آية واحدة تتحدى بها كل الشدائد والمصاعب. إنها آية النجاة من المشاكل عندما تغلق أمامك كل الأبواب. إنها آية المعجزات التي تتوقف عندها قوانين الكون، وهي آية النجاة إذا مكر بك الأعداء ولم تجد طريقا للنجاة. اليوم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة أتدبر معكم هذه الآية العظيمة، وأنصح كل أخ أن يقرأها ويحفظها ويتدبرها ويستحضرها كلما واجه موقفا صعبا سيجد النجاة منه بإذن الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات القرآن فيها قوة هائلة. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله تبارك وتعالى. أولا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن للقرآن تأثير مدمر على الجبال. أيضا آية أخرى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، تستطيع بهذا القرآن أن تسير الجبال. يعني القرآن فيه طاقة، فيه قوة خفية تزيح الجبال من أماكنها. أو كلم به الموتى، أو قطعت به الأرض. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. إذن الله عز وجل يعطي من أسرار هذا القرآن من يشاء من عباده. وبالتالي أخي الحبيب، الفكرة التي أريدك أن تقتنع بها معي أن القرآن ليس مجرد كلمات. كل حرف من حروف القرآن له ملائكة تحفظه، وله ملائكة تصعد به إلى السماء. قال تعالى: ما هو الدليل أن هذا الكلام هناك من يصعد به إلى السماء من الملائكة؟ قال تعالى: إليه سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. طيب، ما هو أطيب كلام على الإطلاق؟ هو كلام الله، أي القرآن. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهنا أنا أستطيع أن أقرر حقيقة قرآنية كل مؤمن يجب أن يقتنع بها. هذا كلام الله عز وجل. كل من آمن بهذا القرآن لابد أن يقتنع بهذه الحقيقة، أن آيات القرآن وكلمات القرآن ليست ككلامنا، بل كلام الله له مفعول قوي في الشفاء، في فك الكروب، في تفريج الأمور، في جلب الرزق، في حل المشاكل، وفي أيضا أن تنجو من المصاعب. طيب، اليوم أنا لدي آية قصيرة جدا في القرآن الكريم، أو كلمات استخدمها نبي من أنبياء الله فقلب الله قوانين الكون. فبسبب هذه الكلمات حدثت المعجزة وتعطلت قوانين الكون. هل عرفتم من هو النبي؟ إنه موسى عليه السلام. سيدنا موسى صبر كثيرا على أذى بني إسرائيل، وصبر كثيرا على أذى فرعون وتهديده. سيدنا موسى واجه طاغية من أكثر الطغاة عبر التاريخ، وهو فرعون. وعندما غضب فرعون وأراد أن ينتقم منه ومن بني إسرائيل، تبعهم بجنوده حتى وصلوا إلى البحر، فأصبح البحر من أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم. موقف لا يمكن لعقل بشري أن يحله. أنت عندك يعني قوة هائلة مدججة بالسلاح من ورائك، وبحر من أمامك، ومعك أناس ضعفاء خرجوا بلا سلاح بلا أي شيء. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. في هذا الموقف الصعب المنطق العلمي يقول إنا لمدركون. تحدثوا هم بمنطق البشر،
ولكن هناك منطق آخر أيها الأحبة، هو منطق الأنبياء. قال كلا، مع العلم أن لا يستطيع إنسان أن ينجيك من هذا الموقف. وأنا أقول لك أخي الحبيب قبل أن أكمل الآية الكريمة، عندما تظن أن هذه المشكلة لا يمكن حلها، أو هذا المرض لا يمكن شفاؤه، أو أن هذا الباب أغلق تماما في وجهك، لا تيأس. قل لعقلك ومنطقك، قل كلا، كما قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين، 4 كلمات. كلا إن معي ربي سيهدين. فأنت كلما واجهتك كارثة، وكلنا معرضون أيها الأحبة لمثل هذه المصاعب، كل واحد لديه مشاكل، مشكلة في بيته، مشكلة في عمله، مشكلة سفر، مشكلة رزق، مشكلة مع جاره، مشكلة مع أبنائه، مشكلة مع زوجته، مشكلة مع أهله. كل إنسان، يعني كلنا محاطون بالمشاكل. يعني هذه طبيعة الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان مقدر عليه أن يكون محاطا بهذه المشاكل. عندما تغلق الأبواب أمامك، قل كلا إن معي ربي سيهدين. طيب، ماذا حدث بسبب هذه الكلمات عندما قالها سيدنا موسى عليه السلام؟ كلا إن معي ربي سيهدين. هذه كلمات فيها منتهى قمة الثقة بالله، أنك في أصعب المواقف تقول الله معي سيهدين، وتقول للعقل والمنطق كلا إن معي ربي سيهدين. سيهديني لحل هذه المشكلة، سيهديني للرزق الصحيح، سيهديني، يفتح لي باب من أبواب الرزق، باب من أبواب الهدى، باب من أبواب حل هذه المصاعب، حل هذه المشاكل. وبالتالي أخي الحبيب، هنا الثقة بالله لا تأتي من فراغ. يعني سيدنا موسى كلم الله وآمن به، وأمضى أكثر من 40 سنة وهو يتأمل ويذكر الله ويتعلم. وبالتالي لا تظن أن هذا المستوى العالي من الثقة بالله يأتي هكذا، لا. تحتاج أن تدرك من هو الله، أن تدرك قدرة الله عز وجل، أن الله هو الذي خلق الكون، وهو الذي خلقني وخلقك. والله أيها الأحبة، لا أستطيع أنا أن أحرك يدي هكذا إلا بأمر الله. ولا تتحرك ورقة إذا أرادت أن تسقط لا تستطيع أن تسقط إلا بأمر الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، مكتوب عند الله، مكتوب في هذه اللحظة ستسقط هذه الورقة، هذه الحبة ستكون هنا في هذه اللحظة، كل في كتاب مبين. فإذا المشكلة التي أنت فيها الآن هي بأمر الله. لا تظن أن شيء يحدث في الكون خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أعطانا حرية التصرف. ولا تظن أن الظالم يستطيع أن يظلم خارج إرادة الله، لا، ولكن الله تركه ليقيم عليه الحجة. أعطانا حرية الاختيار وهي الأمانة. إذا هنا هذه الآية الكريمة مهم جدا أخي الحبيب أن تتدبرها وتكررها آلاف المرات. كلا إن معي ربي سيهدين. وأنا أعطيك تجربة بسيطة جدا، أن إذا كان لديك مشكلة، حاول أن تجلس في الليل خصوصا وتنادي الله سبحانه وتعالى نداء خفيا كما فعل سيدنا زكريا، بينك وبينه، بعيدا عن الناس،
وتقول كلا إن معي ربي سيهدين، وتكرر هذه العبارة على الأقل 7 مرات. آية: كلا إن معي ربي سيهدين. والله سوف ترى العجائب. حتى لو تأخرت فتح هذه الأبواب، لو تأخر فتح الأبواب المغلقة وتأخر حل المشكلة، ولكن ستجد أن صدرك أصبح مطمئنا. ستجد، يعني ستشعر شعور أن الضيق الذي كان فيك قد زال، قد ذهب هذا الضيق. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا جزء من ذكر الله، هذه آية من القرآن: كلا إن معي ربي سيهدين. فإذا أنا أنصحك أن تتدبر هذه الآية، وكل واحد له قصة وله مشكلة. يمكن أيها الأحبة أن يستخدم هذه الآية لحل مشكلته ولزيادة ثقته بالله. فتخيل في زمن موسى عليه السلام، بسبب قوة هذه الكلمات: كلا إن معي ربي سيهدين، ماذا حدث؟ البحر انشق فيه طريق يبس، تحول إلى يابسة. البحر تحول إلى يابسة، وهذا خلاف قوانين الكون. إذن الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الكلمات وقوة هذه الكلمات عطل قوانين الكون، قوانين الفيزياء توقفت. ثم بعد أن عبر سيدنا موسى وقومه البحر وتبعهم فرعون، أمر الله قوانين الكون أن تعود كما كانت، فتحول الطريق، تحولت اليابسة هذه، الطرق اليابسة التي كانت بحرا فتحولت إلى يابسة، عادت وتحولت إلى بحر، فأغرقت فرعون وجنوده بلمح البصر، دقائق معدودة غرقوا جميعا. هنا الله عز وجل قادر أن يغير قوانين الكون من أجلك، لأنك وثقت به وقلت: كلا إن معي ربي سيهدين. من هنا أيها الأحبة لا تتخيل أن كل شيء بالعقل والمنطق. يعني اليوم لو جلست مع نفسك وبدأت تفكر بالماضي، كيف نجاك الله من مواقف كثيرة جدا، كيف رزقك الله من حيث لا تحتسب، ارجع للماضي ستجد أن هناك كثير من الأمور حدثت معك خارج المنطق ولم تكن تحسب لها حسابا. فالله عز وجل الذي حفظك كل هذه السنوات ورزقك كل هذه السنوات وأنجاك من كثير من المشاكل لسنوات طويلة، قادر أن ينجيك الآن، وقادر أن يفتح أمامك أبواب الفرج، ولكن بشرط أن تصبر وتثق بالله وتقول: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الكلمات ليست خاصة بسيدنا موسى عليه السلام، بل كل الأنبياء كان لديهم نفس الثقة بالله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا تعرض لموقف، كان في غار ضيق جدا، الصخور من ورائه، هو داخل الغار والعدو من أمامه. في مثل هذه اللحظة أيضا المنطق يتوقف، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن معنا. أيضا هنا نبينا عليه الصلاة والسلام استحضر معية الله، كان واثقا أن الله معه. أيضا أنت عندما تتعرض لمشكلة أخي الحبيب، استذكر موقف سيدنا موسى فقل: كلا إن معي ربي سيهدين. كلما راودك الشيطان وحاول أن يقذف في قلبك اليأس والقنوط من رحمة الله والخوف، قل له: كلا إن معي ربي سيهدين. ثم قل: إن الله معنا. قل، خاطب نفسك: لا تحزن. قل لنفسك: لا تحزن
إن الله معنا. استحضر معية الله، تخيل، بل اعتقد أن الله فعلا معك، قريب منك. أليس هو القائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ وهنا لمحة لطيفة جدا أحببت أن أبثها لك أخي الحبيب. لماذا سيدنا موسى قال لقومه بني إسرائيل كلا إن معي ربي سيهدين، بينما سيدنا محمد قال إن الله معنا؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن سيدنا أبا بكر سيعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، فدخل في معية الله. بينما سيدنا موسى كان يعلم، والله أخبره طبعا وأطلعه على الكثير من العلم، كان يعلم أن بني إسرائيل سينقلبون عليه بعد ذلك ويعبدون العجل، وأن الله لن يكون معهم، فقال كلا إن معي ربي. وأخيرا أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.